نتيجة الضغط النفسي ده بيتأثر على مراكز الإحساس والشعور في المخ. لما الأعراض دي كلها تتجمع احنا بنفكر في الفايبروميالجيا. أدوية لا، مش هو ده الحل. ست البيت دايما تيجي تشتكي من تعب في جسمها، كل حتة فيها بتوجعها من أول شعر راسها لرجليها. اللمس ممكن يسبب لها ألم، لو حد من ولادها جه سند عليها كده ممكن تصوت. دايما مضغوطة، دايما متضايقة، وراها بيتها وولادها وشغلها، كل حاجة تعباها، عليها ضغط نفسي شديد. المريضة دي تيجي تشتكي إن كل جسمها بيوجعها. لفت على دكاترة العظام، لفت على دكاترة مخ وأعصاب، عندها صداع مش بيروح، لفت على دكاترة القلب، عندها رفرف قلبها أو نهجان، مشاكل واضطرابات في القولون. لما الأعراض دي كلها تتجمع احنا بنفكر في الفايبروميالجيا. احنا هنا بنشخص الفايبروميالجيا اللي هو مرض العصر، نتيجة الضغط النفسي اللي بيبقى على الست، بيتها وشغلها، ولادها. نتيجة الضغط النفسي ده بيتأثر على مراكز الإحساس والشعور في المخ اللي هو السنسور بتاع المخ. فنبدأ نحس بأن اللمسة دي ألم، إن الكلمة جملة. لما تيجي مريضة الفايبرو لينا بنتأكد بس إن الفايبروميالجيا دي أولية ولا ثانوية. يعني إيه أولية؟ يعني هي جاية لوحدها نتيجة ضغط نفسي. ثانوية يعني معاها مرض مزمن، إذا كان مرض ضغط وسكر، مشاكل في الغدة، أمراض روماتيزمية، لازم بنتأكد بالتحاليل والسونار. طيب بالنسبة لعلاج الفايبروميالجيا، أولاً لازم المريضة تعرف المرض، تعرف إزاي تسيطر عليه. لازم تعمل حاجة بتحبها، ممكن كوباية قهوة تفرحها، وممكن واحدة عايزة تخرج وتتفسح. اعملي اللي يبسطك. طبعاً نقلل وزننا، دي حاجة مهمة جداً. نلعب رياضة، ممكن تمارين الصبح اللي هي زي تمارين الطابور دي، ثانية وفرد، حاجة بسيطة جدا، كل يوم 10 دقايق الصبح. بقية العلاج علينا ان احنا ممكن بعد ما مشينا على الخطوات دي ناخد ادوية بسيطة كده ان شاء الله تساعد معانا ونرجع لحياتنا كويسين. جات لي بنوتة 35 سنة عندها آلام في كل جسمها، اتشخصت فايبروميالجيا. بدأنا العلاج، اخدنا ادوية بسيطة الحمد لله، بس اهم خطوة هي اخدتها انها بدأت تغير نمط حياتها. السايكل اللي هي ماشيه فيه او الدايره اللي هي ماشيه فيها بدات تكسرها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا بدانا حاجه بنحبها، كانت بتحب انها تعزف، بدات تعزف، رجعت تاني للهوايه بتاعتها، حياتها اتغيرت 360 درجه. بعد حوالي شهرين 3 من التعليمات البسيطه اللي احنا قلناها والادويه البسيطه اللي احنا كتبناها، رجعت قالت يا دكتوره انا حياتي فعلا اتغيرت، بدات اركز مع نفسي، بقيت ابسط نفسي، اشوف الحاجه اللي انا بحبها واعملها. وكانت دي حاجة صراحة سعيدة بالنسبة لي، إن مجرد تغييرات بسيطة، إن إحنا حطينا رجليها على الطريق الصح، حبة تغيرات بسيطة، مش شرط نروح لدكتور أنا عندي فايبروميالجيا يا دكتور. أدوية لا، مش هو ده الحل. والحلو إن إحنا نغير نمط الحياة.